ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل رز بالشعريه بحذافيره يا جماعه، علشان خاطر ناس كتير بعتت لي رسايل ان الرز معاهم بيعجن. فانا من بدايه الصفحه، من ساعه ما انا ما عملتها، اللي متابعني عارف ان انا بعمل خطوات مهمه في الرز ده، وتقريبا انا اول واحده عملت الموضوع ده. وببين لك ان الرز تعرفوا المعيار بتاعه السليم بتاعه ايه، علشان ما يعجنش معاك يا جماعه. تمام. ركزوا معايا عشان تطلع معاكم مظبوطه. انا هنا حطيت حته زبده وعليها زيت عشان يدي لمعه للرز، ونزلت بشعريه. انتي عايزه تعمليه واحده واحده نفس النظام، بتحطي نص الرز هنا والنص التاني بتكمليه لما الرز بيتحمر. تمام. انا هقول لك على خطوه حلوه جدا، نرجع نقولها تاني، هتطلع معاكي الرز معاكي تحفه. هي اهي احمر اهو، هو يبقى لون الجولد ده اللي هو الذهبي ده. هننزل بقى بالرز انا غسلاه. تمام. وعلى فكره يعني انت مش لازم تقلبي كتير، يعني انت بتقلبي مثلا قد دقيقتين 3 لحد بس ما كله يتمكس مع بعضيه. تمام. وهنحط له الملح وانا بعمله دلوقتي. بص بقى، هننزل بالميه. هقول لكم بقى على المعيار المظبوط للرز. تمام. هتشيلي المعلقه السيليكون والخشب اللي انت بتعملي بيها دي، وهتروحي جايبه معلقه حديد من اللي هما بيتعملوا دول، وهتروحي مقلباها تقليبه كويسه. تمام. تروحي مثبتاها كده. تمام. هي ثبتت كده، المعيار مظبوط. تمام. لو وقعت وقعه بسيطه بسيطه، يعني مش اللي هي الواو، عادي. بس لو اول ما عملتها وقعت على طول كده، ده يبقى المعيار كتير. تمام. انا كده بالنسبه لي المعيار مظبوط. انا اول ما بتاخد غلوه بوطي عليها شمعة خالص، وبعد كده بيستوي معايا بقى على البخار. بصوا بقى الرز، بصوا بقى يا جماعة مفرفط ازاي اهو، مش معجن ولا اي حاجة اهو. زي ما انا قلت لكم اعملوه مش هتندموا. تمام. بصوا بقى الجمال، والله العظيم بصوا، تحفة تحفة، جربوه مش هتندموا.